يا كابتن شوبير، خد بالك لما تحب تطلع تخبط. حاول تبعد على قد ما تقدر عن الزمالك. مش خلاص بقى كل رياضي بيطلع يعمل برنامج عايز يعلي نسبة المشاهدة، او عايز يخلي الجمهور المتابع ليه او بيأيد الفريق بتاعه يقعد يتفرج عليه فيطلع يغلط في نادي الزمالك. ده مش اعلام على فكرة، اللي انت بتعمله ده مش اعلام. وهي برضو الغلطة مش غلطتك، هي يعني غلطة القنوات للأسف اللي هي بتسمح ليكوا ان انتوا تطلعوا تعملوا كده. هو احنا ليه عمرنا ما شفنا كابتن احمد سليمان طالع بيغلط فيك او بيغلط في غيرك؟ ليه عاملينها يعني وسيلة؟ عاملين البرامج دي وسيلة ان انتوا تعملوا نار الفتنة كده داخل الأندية وداخل مجالس الإدارات. ابعد عن نادي الزمالك، ابعد عن مجلس إدارة نادي الزمالك، ابعد عن الجمعية العمومية نادي الزمالك، ابعد عن الجمهور الزملكاوي. ما انت لما تطلع تعمل فتنة داخل أعضاء الجمعية العمومية وتعمل مقارنة ما بين كابتن أحمد سليمان وما بين كابتن حسين السيد، وتعمل مقارنة بينهم كحراس مرمى أو كمين كان بيدفع أو بيقدم تسهيلات، ما طبيعي اي حد في مجلس الاداره لازم يقدم الدعم والتسهيلات للفريق. هو انت مالك يا كابتن شوبير؟ انت مالك عمال تعمل ستريس قوي على الموضوع ده وعمال تعمل مقارنات ما بين حراس المرمى؟ انت مالك؟ ما تخليك في برنامجك وتخليك كده في اهداف تكون واضحه وتكلم عن موضوعات واضحه. انت غلطت جامد قوي في كابتن احمد سليمان، ومش مسموح ليك بين داخل نادي الزمالك بالغلط ده. احنا رافضين اللي انت بتقوله، والاعلامي الزملكاوي هيدافع عن كابتن احمد سليم. انا كاعلاميه زملكاويه كل دعمي للكيان الزملكاوي، واللي هو طبعا في الاساس بيضم مجلس اداره نادي الزمالك والجمهور الزملكاوي واعضاء الجمعيه العموميه بنادي الزمالك. الحلقه اللي كابتن شوبير عملها حلقه مرفوضه. هجومه على كابتن احمد سليمان هجوم مرفوض، احنا مش قابلين بيه ومش موافقين عليه. ويعني انا عن نفسي على المستوى الشخصي بستنكره. ما يصحش ابدا ان كابتن شوبير يطلع من خلال برنامجه ومن خلال قناة وسيلة اعلامية يطلع ليقول ان كابتن احمد سليمان بيتلمع على حساب نادي الزمالك. كلامك غير مقبول بأي وضع من الأوضاع. كابتن أحمد سليمان ليه الناس اللي بتحبه، ليه الناس اللي بتقدره، ليه الناس اللي عارفة تاريخه. مش انت اللي جاي تقارن، مش انت يا كابتن شوبير اللي هتعرف الناس مين كابتن أحمد سليمان، مش انت اللي هتحط حراس المرمى وتعمل مقارنات داخل نادي الزمالك. نادي الزمالك ملكش دعوة بيه وما تقربش ليه. مش انت اللي هتطلع تنتقد، عيب عليك وما يصحش. خليك في برنامجك، خليك في المحتوى اللي انت بتقدمه. بالعكس انت بتقل من نظر الناس اللي بتتابعك. اوعى تفتكر ان انت كده بتعلي المشاهدة، بالعكس انت كده بدأت تخرج بره المضمون خالص. انت قلت كلام عيب، قلت كلام غلط، قلت عليه مصطلحات والفاظ ما يصحش في سنك ده. ما يصحش ان انت تقول كده. كابتن شوبير اللي انت قلته مرفوض على مستوى الاعلام الزملكاوي كله. كل دعمنا للكيان الزملكاوي.